هو ايه اللي سمك لبن بيض تمر هندي ده؟ ايه ده؟ ده محشي ورق عنب على طريقتي وانا موظفه. انتوا حضرتوني كتير جدا وانا بعمل لكم روتين، وازاي نعمل ولادنا، وازاي نحافظ على مش عارف ايه، والكلام الجميل ده كله، وازاي ولادنا يساعدونا، وازاي نستحملهم، والكلمتين الحلوين دول. تعالوا بقى شوفوا الجانب المظلم من حياتي. الجانب ده زي ما اتفقنا ان انا دلوقتي ست الستات الموظفه. ست الستات الموظفه بتعمل ايه طول الاسبوع في الاكل؟ تعالي اقولك يا اختي، انت وهي، انت لو موظفه، لو تعبانه وعيالك نفسهم واحد في محشي، طبعا لو موظفه ما بتعمليش طول الاسبوع المحمر والمشمر، ويوم الجمعه عايزه تعملي لهم اسرع محشي عشان عندك ترويق شقه كامل ومذاكره للعيال وزيارات وخروجات، تعالي اقولك تعملي المحشي ازاي. خلطه المحشي مش هتاخد في ايديكي 10 دقايق. اول حاجه، الخلطه اللي انا هقولها دي مش هتنفع غير مع محشي ورق العنب ومحشي البتنجان والممبار. محشي الكرنب لازم يتعمل على الطريقه المصريه الاصيله. انا جربت الطريقه دي، اول حاجه جربتها في البتنجان نجحت بنسبه 70%، طعمه تحفه. ورق العنب بنسبة 100% طعمه تحفة. الممبار 1000000%. والطريقة العادية في خلطة المحشي ما عجبتنيش في الممبار، هي دي الطريقة المظبوطة للممبار. ورق العنب يمشي الاتنين، بتنجان يمشي الاتنين. الكرنب مستحيل، لازم تحمروا له البصلة وتقللوا التقلية واسمها ايه، تصلصوا الصلصة وتبقى حمرا وزردة كده وجميلة. المهم عشان مطولش عليكم، كان معانا بطوطة صغنطوطة حطيناها في الحلة البريستو عشان تستوي في نص ساعة بس. نسيت اقولك يا ست الستات، لو عندك حلة بريستو يبقى افضل ليكي كتير 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 كتير. خش جمعي صغنططة من المرتب كل شهر تجيبي لك حلة بريستو خلصانه، ما هتعملي حياتك كلها هتبقى سهله. البطه في نص ساعه، خلطه المحشي في 10 دقايق يا دوب تلفي وتسوي، خلصانه بجد يعني. وطبعا في العزومات البريستو بتفيد. المهم سامعين الصوت؟ انا كده بعد ما بقفلها كويس والميه طبعا تكون بتغلي، بختبر الصفاره بتاعتها. الصفاره ليها رباط من تحت كده صاموله، فلازم بتاكد برفعها بعد ما اقفل عليها الغطا باحكام وهي على النار بتغلي، ارفعها يبقى في بخار مخزون وهي بتطلعه. وهي دي فكره التسويه، ان هي بتضغط البخار جوه، واللي هي اسمها حل الضغط عشان كده، وبتسوي بقى بسخونيه البخار والضغط. تعالوا نرجع للبطه في الاخر. احنا دلوقتي معانا شويه ورق عنب وشويه بتنجان، بيني وبينكم عندي في التلاجة من فتره، وانا مش هينفع ارمي الصراحه لان الحاجه دلوقتي مولعه نار، واللي يرمي حاجه قسما بالله حرام عليه. فربنا يعني زي ما قالت مامتي كده من وانا صغيره، تقولك لم النعمه تلمك. اللي هنرميه النهارده هنبص، يعني بصوا، هنبص ايد الدنيا عشان خاطر تجيبوهولنا تاني يوم مش هنعرف. ربنا طبعا يكفينا شر زوال النعمه، فربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. يلا بسم الله وخشي ورايا على المطبخ. حطي البطه زي ما قلتلك وشويه البتنجان هنظبطهم ونقورهم عادي جدا من غير اي افتكاسات، يعني العادي. المقوره دي يا جماعه جميله جدا 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 جدا، والله كل حاجه جبتها في جهازي بصراحه كنز. الواحد اعتماده الكلي على جهازه، الحمد لله يا رب. ربنا يفرح كل الناس بحاجتها يا رب. طيب نرجع بقى للورق العنب. الورق العنب يا جماعه اللي عندي ده بصراحه قديم برضو عندي، يعني بقاله شويه حلوين، كانوا شويه كده متخزنين، و عندي ولادي بيمد ايدهم في كل حاجه يلعبوا فيها حتى الفريزر، فهم شالوا من الورق بتاعه عشان فاكرينه حاجه حلوه، فالاطراف اتهرت للاسف. وهو تقريبا من النوع اللي جربته قبل كده اللي هو بيغمق شويه بعد السوا، في حاجات ما بتغمقش وفي حاجات بتبقى طبعها كده، اول ما تكشف الحله 10 دقايق تلاقيها غمقت. مهم اي نوع ورق عنب عارفينه ومش عارفينه، في ميه السلق بنحط شويه خل وشويه زيت عشان يبقى ناعم كده ويلزق معانا بسرعه واحنا بنلف، وطبعا ليمون وهو بيستوي، فهتلاقي الدنيا معاكي جميله 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 ومش هيغمق ولا اي حاجه خالص. بصوا بقى احنا كده البطه خلصت. تعالوا نروح نشوف الصوت ده. انا هنا البطه بتاعتي مش كبيره قوي، فخدت نص ساعه بس في السوا. لو كبيره بتاخد ساعه الا ربع، الكوارع بتاخد ساعه الا ربع، وهكذا. الحاجات اللي بتاخد سوا قوي تبقى ساعه الا ربع، واللي مش هتاخد سوا نص ساعه. بنطفي عليها النار وبنشيلها كمان من على النار، يعني لو حابين اسرع، بس انا مشلتهاش. وبنشد الصفاره لفوق بتطلع كل البخار اللي فيها. اوعي تفتحيها قبل ما تطلعي البخار، لا قدر الله ممكن تنفجر، الغطا يضرب في السقف وفي وشك، تتبهدلي تتحرقي بعد الشهر بعد الشهر بعد الشهر.
بره وبعيد بره وبعيد. ربنا طبعا يحمينا ويحفظنا يا رب، بس كل حاجة وليها اصول. بعد ما بلاقي البخار بدأ يهدى خالص ببدأ افتح واحدة سنة 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 اساعد، بس البخار بيطلع عن طريق ايه البتاع كمان الغطا. بس كده البط عندي استوت. انا عايزه اقول لكم ان انا هنا صاحيه الصبح بدري، احنا لسه ما فطرناش. يعني الولاد وباباهم نزلوا صلوا الجمعه وهيجيبوا لنا حاجه السوق وحاجه الفطار من تحت، وانا كنت تقريبا يعني بدأت من بدري تمام. فلما طلعوا والفطار خلاص كان هيبقى جاهز، كل ده كان معمول. الخلطه دي كمان كانت معموله، بس انا حبيت اوريكم البطه الاول. بصوا انا بشرت طماطم، هنعمل الخلطه كلها نيه مش هنسبك، وعلى ضمانتي والله طعمها جامد، بالذات في ورق العنب الطماطم وهي نيه بتخليه مز كده شويه وجميل. قوطه مبشوره معاها معلقتين صلصه كبور، وطبعا الخضره العاديه بتاعه المحشي، والرز يكون متصفي كويس جدا عشان هي ميه لوحدها مش محتاجين ميه كتير، شويه زيت حسب الرغبه، والتوابل العاديه. انا ما بحبش احط نعناع ابدا، ولا بحب المحشي اللي عليه نعناع، طبعا هي اذواق بس انا بقول على نفسي. بحط ملح وكمون وفلفل اسود فقط لا غير، وساعات ممكن احط كزبره ناشفه يعني، ممكن لا، مش بتفرق معايا قوي في الطعم يعني. وبس كده الخلطه بقت جاهزه معانا. ايه رايكم في السهوله؟ ولا اسهل ولا اروع وجميله، ولو ما عملتهاش بايدك الصلصه مش هتبان فيها. محشي البتنجان في ثانيه الا ثانيه كان محشي، وكمان على فكره المحشي كان البتنجان المره دي كان كبير وفلاحي كده وحلو، فكان طري وزبده زبده 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 زبده، انتوا مش متخيلين. ما خدش وقت في التقوير مع انه عندي في التلاجة من بدري، وما خدش وقت كمان في ان انا حشيته. انا هنا خلصت الحله بسرعه، هحطها على النار تستوي لحد ما اعمل ورق العنب. طبعا احنا بغض النظر عن منظر البوتاجاز، النهارده الجمعه وانا قررت ان انا اطبخ على المنظر ده واغير واعمل كل حاجه في اخر اليوم. فهو محتاج الفويل ده يتغير، وسواء هفرش فويل غيره او هسيبه من غير فويل، كده كده ايه هلمعه يعني. احنا كده سقينا خلاص وتمام. نحمل بقى نعمل بقى الارضيه بتاعه الورق العنب، والارضيه دي بتخليه جميل لما نجي نقلبه كده، يا سلام. ورق العنب بقى، وده الكوم الكبير ده اللي خلانا اعيط اول الفيديو. للاسف الورق خني، انا يعني ما عملتش منه بقالي كتير، وكان عندي كذا نوع انا جايباه من هنا، ونوع دوت مامتي اللي جايباه. ده يا جماعه نوع طري وناعم ورقيق كده وجميل، وما بياخدش سلق خالص خالص خالص. فانا تكيت عليه شويه في السلق عشان ما كنتش عارفه الصراحه هو انهي نوع وهو مجمد كده. فلما اتكيت عليه في السلق للاسف يعني انتوا عارفين بقى اللي حصل. فانا كده خلصت ورق العنب وحطيته سقيته، والبطه طلعتها من الفرن. بسيبها احمرها لما يكون ورق العنب قرب يستوي. نعمل بقى الخلطه اللي على الوش، ودي خلطه روعه روعه روعه، اكتر حاجه بحبها في البط. يمكن الفراخ المحمره البلدي بحب احمرها في الفرن، والجلده كده تبقى متحمره تحمير رباني من بسمنه بلدي من غير الليمون والصلصه والحاجات دي، لا هو سمنه بلدي وبس. ولما تطلع ساعات ارش عليها ملح وفلفل اسود، وساعات لا، عشان باكلها كده الجلده بالرز، عارفين الاحساس ده. ما علينا ما علينا دلوقتي عشان انا هموت على حته دلوقتي. لكن في البط بحب تتبيله مزازه الليمون والقوطه دي، بتديله لون محروق كده زي ما انتوا شايفين، بس هو مش بيبقى محروق، دي هي القوطه بس او الصلصه يعني، ممكن تعملوها بقوطه مبشوره. وعندنا احلى واطعم واسكر بطه خلقها ربنا، تسلم ايد امي ربنا يخليها لي وربنا يحميها. وهنا فطرت العيال كروته، فحرفيا كانوا هيموتوا من الجوع. وانا اصلا كنت مستعجله اخلص الاكل عشان النهارده الجمعه يا جماعه. انا طبخت النهارده محشي اكل اليوم، وهاكل ايه انا عايزه اكل، وهعمل فيديوهات كتير ليكم النهارده. فالنهارده هعمل فيديوهات كتير، هعمل اكل الاسبوع. فاكرين فيديو السلطه كان للاسبوع كله، وكنت عاملاه يوم الجمعه، وده الفيديو التاني يوم الجمعه. واستنوا طول الاسبوع سلسله فيديوهات يوم الجمعه. اتمنى تستفادوا من السلسله ديت. لو عجبتكم كمان اعملوا شير ولايك للفيديو عشان يظهر لناس اكتر يمكن يستفادوا بيه. باي.